أهلا بيكم. كتير مننا بيسأل إيه السر اللي يخلي الإنجليزي بتاعنا يبان طبيعي كده وسلس زي الأجانب بالظبط. في الشرح ده هنكشف السر ده سوا. يا ترى إيه اللي ناقص عشان الواحد يتكلم إنجليزي زي أهل اللغة، يعني كلامه ما يبقاش باين عليه مترجم؟ السؤال ده أكيد جه في بال كل حد بيتعلم إنجليزي. الحل أو السر مش بس في إننا نحفظ كلمات وخلاص، لأ، السر الحقيقي هو في حاجة اسمها الفريزل verbs أو الأفعال الاصطلاحية. هي دي بقى اللي بتدي الكلام روح وبتخليه طبيعي وعفوي. طيب، إيه هي بقى الفريزل verbs دي؟ تعالوا نفهمها ببساطة كده. الموضوع أسهل بكتير ما الواحد ممكن يتخيل. بصوا، الموضوع عامل زي وصفة سهلة قوي. فعل زي look أو get بنحط عليه كلمة صغيرة كده زي up أو on، والاتنين دول مع بعض بيعملوا معنى جديد خالص. معنى ممكن يكون ملوش أي علاقة بمعنى الفعل الأصلي لوحده. شوفوا المثال ده عشان الفكرة توضح أكتر. عندنا فعل look لوحده يعني ينظر، بسيطة. لكن لو حطينا جنبه كلمة after بقى معناه يعتني بيه، ولو حطينا for بقى يبحث عن. شفتوا إزاي كلمة صغيرة غيرت المعنى تماماً؟ هي دي بقى حلاوة الفريزل verbs. تمام. دلوقتي بقى هناخد أشهر 20 فعل اصطلاحي. دول يعتبروا كده صندوق العد الأساسي لأي حد عايز يخلي الإنجليزي بتاعه طبيعي أكتر. نبدأ بأول 3. look after يعني يعتني بيه، زي I look after my little brother. وبعدها look for يعني يبحث عن، زي she is looking for her keys. وآخر واحدة ومهمة جدا give up يعني يستسلم، ودي بنقولها كتير في التشجيع، زي don't give up. هنا بقى عندنا مثال حلو قوي على فعل واحد وليه معنيين. take off ممكن تيجي بمعنى تقلع لو بنتكلم عن طيارة، زي ما نقول the plane took off. وممكن تيجي بمعنى يخلع لو بنتكلم عن هدوم، زي he took off his jacket. السياق طبعا هو اللي بيحدد. دول بقى مجموعة أفعال بنستخدمها كل يوم. get up يعني يقوم من النوم الصبح. put on عكس take off اللي لسه قايلينها معناها يلبس. و go out يعني يخرج، سواء يخرج يتفسح أو يقابل صحابه. نكمل. come back يعني يرجع، سهلة. لكن run out of دي مهمة قوي، ومعناها إن حاجة خلصت ما بقاش في منها، زي لما نقول we ran out of sugar يعني السكر خلص. وآخر واحدة هنا هي call off ومعناها يلغي، زي لما نقول they called off the meeting يعني لغوا الاجتماع. وده كمان فعل ليه معنيين مختلفين خالص. break down ممكن تيجي بمعنى مادي، زي لما عربية تتعطل my car broke down. وممكن تيجي بمعنى معنوي، زي لما حد ينهار من العياط أو الزعل she broke down in tears. فرق كبير طبعا. لسه مكملين في الأفعال اللي ليها أكتر من معنى. bring up ممكن تيجي بمعنى إن حد يطرح موضوع للنقاش، زي she brought up an interesting point. وليها معنى تاني خالص هو يربي، زي he was brought up by his grandparents يعني اتربى مع أجداده. أول واحدة هنا carry on معناها ببساطة كمل أو استمر، زي ما حد يقولك please carry on. بعدين look out ودي بنقولها بسرعة كده عشان نحذر حد، معناها خلي بالك أو حاسب. وآخر واحدة set up يعني يؤسس أو ينشئ حاجة من الأول، زي شركة جديدة. المجموعة دي بنستخدمها في حياتنا اليومية على طول. pick up يعني يجيب حد من مكان أو يرفع حاجة من على الأرض. و take care of زي look after بالظبط، معناها يعتني بيه. و give back واضحة جدا يعني يرجع حاجة أخدها. ودول بقى فعلين عكس بعض ومفيش أسهل منهم. turn on يعني يشغل النور، التلفزيون، أي حاجة. وعكسها بالظبط turn off يعني يطفي الجهاز ده. وآخر فعل معانا النهاردة هو check out، وده ليه معنيين برضو. المعنى الأول وده عامي أكتر هو شوف أو بص على حاجة جديدة، زي لما حد يقول check out this new app. والمعنى التاني وده رسمي هو تسجيل الخروج من فندق، زي we checked out of the hotel. طيب، جميل، عرفنا أفعال كتير. السؤال المهم دلوقتي، إزاي بقى نستخدمهم ويثبتوا في دماغنا؟ الموضوع كله محتاج خطة ممارسة بسيطة. الخطة بسيطة جدا، 3 خطوات. أول حاجة الممارسة كل يوم، ابدأوا بالجمل اللي قلناها كمثال. تاني حاجة، ابدأوا بحاجات صغيرة، يعني الهدف ممكن يكون من 5 ل10 أفعال كل أسبوع مش أكتر. وأهم خطوة التالتة الاستمرارية، مع الوقت والمواظبة الفرق في مستوى الكلام هيكون كبير وملحوظ. يعني الخلاصة من كل اللي قلناه ده هي إن الفريزل verbs هي فعلاً المفتاح اللي بيحول الكلام من مجرد كلام مترجم من عربي لإنجليزي
ليه كلام طبيعي وسلس زي كلام أهل اللغة. طيب بعد كل ده، إيه هو أول phrasal verb جه في بالكم دلوقتي وحسيتوا إنكم ممكن تبدأوا تستخدموه من النهاردة؟ فكروا فيه وخلوا دي تكون البداية.